تسبب حادث مرور مأساوي بولاية باتنا مساء يوم الجمعة في وفاة 8 أشخاص حسب ما كشفته مصالح الحماية المدنية. وجاء في بيان ذات الهيئة أنه تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية باتنا في حدود الساعة 7:24 على إثر حادث اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 78 منطقة ضايا بلدية بيطام دائرة بريكا. للأسف خلف الحادث وفاة 8 أشخاص في عين المكان، وهي من عائلة واحدة تنحدر من بلدية الولجة ولاية سطيف. يتعلق الأمر بكل من الأب بن نعجة عمر صاحب 49 سنة رفقة زوجته بن نعجة عائشة صاحبة 46 سنة، الابن بن نعجة يعقوب صاحب 14 سنة، بن نعجة ملاك 11 سنة، بن نعجة تقي الدين 9 سنوات، أخت الزوجة بن نعجة أمينة 27 سنة، والحفيد بن نعجة ساعد 5 سنوات، بالإضافة إلى حفيد آخر في انتظار التعرف عليه. فاللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك وآلهم أهلهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.